احنا يا جدعان النهارده عندنا يا جدعان مراجعة الشاشة الأسطورية الوحش البنكيو LC 2780. طيب يا جدعان على طول نبدأ بأول ميزة في الشاشة الأسطورية الوحش معانا، إنها يا جدعان 16 في 9 فول HD 1920 في 1080 بيكسلز. ده غير كمان يا جدعان إنها فيها مميزات تانية غير الكواليتي، إنها سرعتها 1ms، يعني سرعة الاستجابة 1ms. وكمان يا جدعان الاف بي اس بتاعتها 60 في 75 هرتز. طبعا يا جدعان مقارنة بسعرها فدي حاجة أسطورية كده يا جدعان. شايفين قدامكم كمان الفرق ما بينهم. وغير كده يا جدعان برضو ساعة 16 في 9 زي ما قلت لكم، فدي تبقى أحسن مونيتور ممكن تسمعها في حياتك. غير يا جدعان طبعا الميزة اللي فيها تانية إن هي الكيبل مانجمنت فيها هيخلي حرفيا المكتب بتاعك فاضي من الكهرباء تماما، وده هيخلي الديسك بتاعك شكله غريب جدا. حاجة كمان يا جدعان برضو إنها بتشتغل على كل الأجهزة اللي ممكن تيجي في بالك، بي سي، لابتوب، اكس بوكس، حتى KFC كونسول، كل حاجه ممكن تشتغل عليها. ويا جدعان كده برضو البرايتنس اللي فيها، حرفيا الشاشه دي يا جدعان هتظبط لك البرايتنس جدا. حتى كل الفلترز اللي انتوا شايفين قدامكم هنا، ريد فلترز، جرين فلترز، ولو حتى عايز بلاك فلتر كله موجود يا جدعان. ومش شرط برضو يا جدعان ان انت تستعملوا الجيمنج، ممكن حتى تستعملوا يا جدعان في شغلك اليومي او الطبيعي اللي بتستعمله في حياتك. نيجي بقى يا جدعان للحته الاساسيه بتاعت الفيديو ده كله، اللي تقريبا يا جدعان اغلبكم داخل عشانها، وهي يا جدعان سعر الشاشه نفسها. سعرها يا جدعان بالمصري تقريبا ما بين 2500 ل 2800، مقارنة يا جدعان بالمواصفات بتاعتها، فده رقم هايل اسطوري. ولو انت يا زميلي برضه لسه فاكرها انها غالية، فعندك برضه يا جدعان ال 24 انش مش فاكر 27، الاتنين يا جدعان عندهم نفس الميزات، نفس ال 1ms ونفس الفول HD، كله زي بعضه، بس الفرق هو الحجم. كله يرجع ليك. مفاجأة يا جدعان لسه ما خلصتش برضه، عندك يا جدعان كل بورت ممكن تحتاجها في حياتك، ديسبلاي بورت، HDMI، DVI، GVA بورت، حتى يا جدعان ممكن تركبوا سماعة. وبرضه يا جدعان تركيبة الستاند فيها هتخفي كل الأسلاك دي عشان تظبط لك أحسن منظر للديسك بتاعك أو السيت اب بتاعك. وعلى فكرة برضه يا جدعان من كتر حلويتها أو حلاوتها عامة، أنا يا جدعان الشاشة دي يا جدعان خليتها شاشتي الرئيسية في اللعب، في الستريمينج، في الجيمنج بي سي والستريمينج بي سي، لأن من كتر جمالها الصراحة حرفيا يا جدعان مش هتشوفوا احسن من كده كواليتي وامكانيات. بس يا جدعان دي كانت نهايه الريفيو او المراجعه عن شاشه البنكيو LC 2780. لو عجبتكم طبعا يا جدعان هتلاقوا طبعا اللينك بتاعها في الديسكربشن عشان تشتروها على امازون طبعا. بس يا جدعان نشوفكم في ريفيوهات تانية ان شاء الله. سلام يا جدعان.